السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده أنا جاي أتكلم معاكم على معلومة صغنونة خالص عن الزبرجد. إحنا طول عمرنا متعودين إن الزبرجد يجي بدرجات ألوانه الزيتونية، ولو جت شوايب بتيجي شوايب سوداء، أو بيبقى في جودات الجواهر اللي زي الحجر ده كده بتبقى أي كلير، مفيش شوايب ظاهرة في الحجر خالص وباللون ده. لكن في بعض الأحيان يجي لك فص الزبرجد زي اللي أنا هفرجك عليه ده، وتيجي تبص على السطح بتاعه تلاقي فيه تلاعب ألوان بالشكل ده، فيحصل لك كونفيوجن أو يعني تتحير، تقول ايه سبب الموضوع ده. تيجي تقرا عن الزبرجد تلاقي الزبرجد ما فيهوش ظاهره البليوكريزم، تلاعب الوان، ما فيهوش اكاسيد معدنيه معينه تدي فيرات، ما فيهوش اي حاجه خالص تسبب يحصل فاير على سطح الحجر. فتيجي تتعمق اكتر تعرف ده سببه نوع من انواع يعني ده ظاهره جماليه جدا وسببها امبرفكشن، عدم كمال. نوع من انواع عدم الكمال في الاحجار، يعني ان في فراكتشر مجهريه صغيره جدا ما تقدرش تشوفها بعينك المجرده، لازم تستخدم ميكروسكوب عشان تقدر تشوف الفراكشر او التكسرات الصغيره المجهريه دي، هي اللي بتسبب انكسار الضوء بالشكل ده ويديك الظاهره دي على السطح. وبكده يا جماعه الاحجار بتثبت لنا ان الكمال البرفكشن مش احسن حاجه، مش لازم الكمال هو اللي هيوديك لاجمل صوره ممكنه. لا، بعضا من الامبرفكشن او عدم الكمال ممكن يكون نتيجته جميله جدا وجذابه جدا زي ما احنا شفناها في الحجر ده.